بعد وصول الاهلي والزمالك لدور الثمانية لدوري ابطال افريقيا 2020 بتبدا قرعه دور الثمانية وبيقع الاهلي مع ميلودي سان داونز لتاني مره بعد ما خسر قدامه في دوري ابطال افريقيا 2019 5-0. الناحيه الثانيه الزمالك القرعه بتوقعه قدام حامل اللقب الترجي التونسي، ولسوء حظ الزمالك ان هو قبلها على طول بيكون كسبان الترجي في كاس السوبر الافريقي، فطبعا اكيد الترجي هيجي عايز يسقر لنفسه من الزمالك، ومفيش فرصه احلى من الصقر في دوري ابطال افريقيا. ايه بقى اللي حصل وازاي الفريقين اتعاملوا مع توقف البطوله بسبب فيروس كورونا ورحيل واستقاله البعض منهم خصوصا المدربين؟ علشان يكون عندنا في الحلقه دي سؤال مهم جدا، هل الاهلي كان يستحق البطوله ولا البطوله جات له مجرد حظ؟ ده اللي هنعرفه في حكايه النهارده، فمن غير رغي كتير يلا بينا على التفاصيل. في البداية احب اقولك انك لو عايز تشوف الجزء الاول من حلقة نهائي القرن هسيبها لك دلوقتي في الاي اللي هتظهر فوق هنا، روح اتفرج عليها هتعجبك جدا. بيبدأ دور الثمانية وبيلعب الاهلي ماتش الذهاب ضد الصن داونز في القاهرة. بيبدأ ماتش مفيهوش فرص كتير والفرص اللي موجودة فيه مش خطيرة، لغاية ما بيقدر اللاعب جونيور اجاييه ان هو يعمل اسيست رائع جدا بيجيب بيه معلول الهدف الاول للاهلي، وبعدها على طول في الدقيقة 65 بتتحسب ضربة جزاء للنادي الاهلي، بيخش نفس اللاعب علي معلول ويجيبها الجون الثاني للنادي الاهلي علشان يخلص الماتش ده بفوز مهم جدا للنادي الاهلي على صن داونز في القاهره 2-0. وطبعا الفوز ده بيدي للنادي الاهلي اريحيه كويسه جدا في ماتش العوده، ده غير ان هو فوز معنوي كبير جدا للاهلي قدام صن داونز بعد الخمسه بتاعت 2019. بيدخل بعدها الاهلي ماتش العوده قدام صن داونز، بيبدا الماتش بضغط قوي من صن داونز واهداف كتيره بتضيع، ولكن بيجي علي معلول ويقدر ان هو يجيب الهدف الاول للنادي الاهلي من ضربه حره، علشان يجي بعدها صن داونز بكوره بتتلعب في ظهر خط دفاع الاهلي تخش جول التعادل لصن داونز، ولكن صن داونز ما بيقدرش هو يعمل اكتر من كده وبيخلص الماتش بالتعادل 1-1 علشان يتاهل الاهلي للدور الاربعه في مجموع الماتشين 3-1. الناحيه الثانيه بقى بيخش الزمالك يلعب ماتش الذهاب قدام الترجي في القاهره. بيبدا الماتش بضغط قوي جدا من الترجي وبيضيع الترجي فرصه مهمه جدا في اول الماتش، ولكن بعدها على طول بيجيب الترجي الهدف الاول في الزمالك بالكوره اتلعبت في ظهر خط دفاع الزمالك، ولكن بعدها الموضوع ما بيطولش ان بيجي محمد اونجب بكوره صاروخيه من بره المنطقه يجيب بيها هدف تعادل عالمي لنادي الزمالك، علشان يجي اشرف بن شرقي في الدقيقه 71 ويجيب الهدف الثاني لنادي الزمالك. وقبل نهايه الماتش على طول بيجي محمود علاء الونش بضربه جزاء ويجيب الهدف الثالث لنادي الزمالك علشان يقدر نادي الزمالك ان هو يحول تاخره لفوز 3-1، وده طبعا بيدي الثقه لعيبه نادي الزمالك وبيديهم اريحيه في ماتش العوده. بيدخل بعدها الزمالك ماتش العوده ضد الترجي في تونس، ومع اول الماتش بتحسب ضربه جزاء لنادي الترجي بيترجمها الهدف علشان يفضل بعدها الماتش كله على صفيح ساخن والترجي بجون يوصل للدور اللي بعده، ولكن الترجي ما بيقدرش هو يعمل حاجه اكتر من كده وبيفوز على الزمالك 1-0 فقط، علشان بعدها بيتاهل الزمالك لدور الاربعه في مجموع الماتشين 3-2. بيوصل الفريقين لدور الاربعه، ولكن بيظهر فيروس كورونا اللي بيوقف الدنيا كلها تماما، مش على المستوى القاري بس، ده كل حاجه في العالم حرفيا وقفت. اللي بيسافر مش عارف يسافر، اللي بيروح مدرسه مش عارف يروح مدرسه، اللي بيعمل اي حاجه اصلا في الوقت ده ما كانش عارف يعملها. الناس كانت حرفيا محبوسه في البيوت، واكيد طبعا توقف بطوله زي دي على اللعيبه هيأثر بالسلب على الفريق كله، لان البطوله لما هتقف اللعيبه مش هتتمرن وهتبعد عن بعض، هينسوا بعض ومفيش فورم، ويوم ما تقرر ان انت ترجع البطوله هتبقى اللعيبه في حاله من نسيان الكره اصلا نهائيا. ولكن بيجي الاتحاد الافريقي في شهر 10 2020 ويقرر ان البطوله هتستكمل وهتكون مباريات دور الاربعه، الاهلي هيلاعب الوداد المغربي والزمالك هيلاعب الرجاء المغربي، يعني فريقين من مصر ضد فريقين من المغرب. ولكن قبل ماتشات دور الاربعه بتحصل حاجه غريبه جدا في الاهلي وفي الزمالك. الموضوع بيبدا مع نادي الزمالك اللي في يوم 15 سبتمبر 2020 بيعلن النادي رحيل المدرب باتريس كارتيرون عن تدريب نادي الزمالك، والسبب لرحيل المدرب اللي اتقال في الاعلام وقتها ان المدرب ده بيعاني من شويه مشاكل نفسيه واسريه ومش قادر يكمل مع الفريق فساب الفريق ومشي. من الناحيه الثانيه بقى الاهلي هو كمان ما بيسلمش من الموضوع ده، لان النادي الاهلي بيجي في اول اكتوبر ويعلن رحيل المدرب ريني فايلر عن الفريق، والسبب اللي اتقال وقتها في الاعلام ان المدرب راح يزور اهله عشان خايف عليهم بسبب فيروس كورونا، فقرر ان هو كمان عنده مشاكل نفسيه واسريه ومش هيرجع يدرب الفريق. فبتكون طبعا اداره كل نادي محتاجه ان هي تجيب مدرب للفريق على وجه السرعه، احنا خلاص داخلين على ماتشات قبل نهايه دوري ابطال افريقيا، فمش هينفع كده، لازم يكون في مدرب يدرب الفريق. فبيقرر الاهلي تعيين المدرب بيتسو موسيماني مدرب للفريق، والناحيه الثانيه الزمالك
بيعين المدرب جيمي باتشيكو مدرب للفريق علشان يخش الفريقين على دور الاربعه بمدربين جداد، والمدربين الجداد دول ما كملوش مع الفريق حتى شهر. بيبدا الفريقين دور الاربعه لدوري ابطال افريقيا 2020، وطبعا الناس كلها بتكون خايفه على الفريقين دول بسبب المدربين الجداد، والناس كلها كانت بتقول هل الفريقين دول هيلحقوا ينسجموا مع المدرب ولا مش هيلحقوا. وانا في وجهه نظري وقتها ان الفريقين مش هيلحقوا ينسجموا والفريقين مش هيكملوا في البطوله، ولكن اللي بيحصل في دور الاربعه بصراحه كان من وحي الخيال. بيدخل الاهلي ماتش الذهاب ضد الوداد في المغرب، بيبدا الماتش بيقدر محمد مجدي قفشه ان هو يستغل غلطه من دفاع الوداد ويجيب بيها الهدف الاول للاهلي، ولكن قبل نهايه الشوط الاول بغلطه من الشناوي بيتحسب ضربه جزاء على النادي الاهلي، ولكن الشناوي بيقرر ان هو يصلح غلطه ويتصدى لضربه الجزاء، علشان في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقه 62 تتحسب ضربه جزاء للنادي الاهلي. بيخش المتخصص في ضربات الجزاء علي معلول ويجيب بيها الهدف الثاني للاهلي، ويفوز الاهلي على الوداد المغربي في المغرب 2-0. طبعا النتيجه دي بتطمن كل جمهور النادي الاهلي على فريقهم، وان الفريق خلاص تقدر تقول ان هو حط رجله في النهائي. بيجي بعدها الاهلي ويدخل ماتشه ضد الوداد في القاهره، وبيقدر الاهلي ان هو يخلص الماتش ده بالفوز 3-1 على الوداد المغربي علشان يضمن الاهلي وصوله لنهائي البطوله في مجموع الماتشين 5-1. اما بقى الناحيه الثانيه في الزمالك بيخش ماتش الذهاب ضد الرجاء المغربي في المغرب. بيبدا الماتش بضغط قوي جدا من الرجاء وفرص كتيره بتضيع، ولكن بكره عرضيه بتتلعب لاشرف بن شرقي بيجيب بيها الهدف الاول للزمالك. بيفضل بعدها الرجاء ضاغط على الزمالك وبيضيع فرص كتيره جدا مضيعه. الفرص دي انا لغايه دلوقتي مش فاهم ازاي لعيبه الرجاء ضيعتها كلها، ما قدروش يجيبوا فرصه واحده بس في نادي الزمالك، ولكن في الاخر الماتش بيخلص 1-0 لنادي الزمالك. طبعا النتيجه دي ما بتكونش مطمئنه خالص نادي الزمالك، لان انت لما تيجي تلعب في ارضك سهل جدا ان انت يخش فيك جون من فريق قوي جدا زي الرجاء. بعدها بيخش الزمالك ماتش العوده ضد الرجاء في القاهره. بيبدا الماتش بضغط قوي جدا من فريق الرجاء، وبيقدر الرجاء ان هو يترجم الضغط القوي جدا ده ويجيب الهدف الاول في نادي الزمالك. وهنا بتكون النتيجه متعادله 1-1 ما بين الفريقين، والماتش بيسخن علشان يجي بعدها فرجاني ساسي ويجيب هدف التعادل لنادي الزمالك. وقبل نهايه الماتش بيجي مصطفى محمد ويجيب ثنائيه نادي الزمالك في الرجاء علشان يفوز الزمالك على الرجاء 3-1 في القاهره، ويصعد الزمالك للنهائي في مجموع الماتشين 4-1. والنتيجه ان احنا بيكون عندنا في النهائي ديربي القاهره ما بين الاهلي والزمالك. الماتش ده بالذات قبل ما يتلعب كان فيه حسابات كتيره جدا ليه، لان اللي هيكسب كفيل ان هو يقول ان هو انتصر على عدو اللدود لسنين كتيره جدا قدام، والجماهير النادي اللي هتكسب هتفضل تحفل على جماهير النادي التاني سنين كتيره قوي. فكان كل فريق نازل الماتش ده وقدامه حاجه واحده بس، ان هو لازم يكسب الديربي في نهائي افريقيا. بيوصل الفريقين للنهائي، ولكن قبل الماتش بتتعمل المسحه الطبيه بسبب فيروس كورونا، وبيغيب عن الاهلي وليد سليمان وصالح جمعه واليو ديانج. والناحيه الثانيه عند نادي الزمالك بيغيب محمود حمدي الونش ويوسف اوباما وعبد الله جمعه. وعلى الورق كده غيابات نادي الزمالك كانت مؤثره بكتير جدا اكتر من غيابات النادي الاهلي. بيبدا الماتش بيقدر عمرو السوليه ان هو يستفيد من كورنر بيحوله براسيه للهدف الاول للنادي الاهلي، ولكن بعدها بيجي شيكابالا بمهاره عالميه بيجيب جون عالمي لنادي الزمالك، علشان مع نهايه الشوط الاول بيتعادل الاهلي والزمالك 1-1. ومع بدايه الشوط الثاني بيفضل الماتش على حاله كده، ونقدر نقول ان الزمالك كان ماسك كوره اكتر من الاهلي، ولكن بعدها بيجي زيزو يشوط كوره صاروخيه، ولكن لحظه بتيجي في العارضه. الكوره دي بالذات الشناوي كان واقف بيتفرج عليها زينا لغايه الدقيقه 86 لما بيجي محمد مجدي قفشه ويشوط صاروخيه القاضيه ممكن ويجيب بيها الهدف الثاني للنادي الاهلي علشان يخلص الماتش 2-1 ويفوز الاهلي ببطوله مفيش ولا اهلاوي هينساها. وهتفضل البطوله دي بالذات عند كل اهلاوي مختلفه عن اي بطوله الاهلي هياخدها بعد كده، مش لاي سبب، السبب الوحيد ان الاهلي اخدها من الزمالك. ولغايه دلوقتي الجماهير بتسمي البطوله دي بطوله القاضيه ممكن. وفي الاخر ما تخليش فرحتك بالبطوله تنسيك انك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وفولو، وانزلوا تحت في الكومنتات وقولوا لي انتوا شايفين البطوله دي جت للاهلي مجرد حظ ولا الاهلي كان فعلا يستحق البطوله. واشوفكم في حكايه جديده، سلام.